في لقطة ممكن تعدي على ناس كتير عادي. ظهرت منظومة دفاع جوي روسية بعيدة المدى قدام الكاميرات، مش في مناورة عسكرية ومش في معرض سلاح، لكن أثناء افتتاح واحد من أهم مراكز القيادة والسيطرة في مصر، مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المعروف باسم الأوكتاجون. والسؤال هنا مش مصر عندها S-300 VM ولا لأ، لأن الكلام عن الصفقة دي موجود من سنين. السؤال الحقيقي هو ليه مصر اختارت تظهر المنظومة دي دلوقتي؟ وليه في المكان ده تحديداً؟ وليه وسط توترات إقليمية من كل اتجاه؟ عشان نفهم القصة لازم نبدأ من الأوكتاجون نفسه. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. الأوكتاجون مش مجرد مبنى ضخم أو مقر إداري جديد، ده مركز قيادة وسيطرة، يعني المكان اللي بيربط القرار بالمعلومات والتخطيط بالتحرك وإدارة الأزمات بالاتصالات المؤمنة. في وقت الأزمات مراكز القيادة بتبقى من أخطر وأهم الأهداف لأي خصم، لأن ضربها مش معناه ضرب مبنى، لكنه معناه تعطيل قرار وتعطيل التنسيق وتعطيل قدرة الدولة على الرد. عشان كده لما تظهر منظومة دفاع جوي بعيدة المدى جنب مركز قيادة بالشكل ده، فالرسالة بتكون واضحة. القيادة هنا مش بس بتقرر، القيادة هنا محمية. ومن هنا ندخل على المنظومة نفسها. S-300 VM مش مجرد عربيات صواريخ كبيرة واقفة في الخلفية علشان الصور تطلع قوية، دي منظومة دفاع جوي بعيدة المدى مصممة تتعامل مع تهديدات صعبة زي الطيارات المقاتلة وصواريخ كروز وبعض الأهداف الباليستية التكتيكية. يعني ببساطة دي طبقة حماية فوق المنشآت المهمة ومراكز القيادة والمناطق الحساسة، عشان أي خصم يحسبها 1000 مرة قبل ما يفكر يقرب. لكن ظهورها في افتتاح الأوكتاجون كان ليه معنى أكبر من مجرد إعلان عن منظومة دفاع، لأن الكلام عن امتلاك مصر للمنظومة مش جديدة. من سنين ظهرت تقارير بتتكلم عن صفقة مصرية روسية وعن تسلم مكونات S-300 VM وعن دخولها ضمن شبكة الدفاع الجوي المصري. لكن الفرق كبير بين تقرير بيقول والدولة تظهر رسمياً، لأن منظومة بالشكل ده تظهر في مناسبة سيادية معلنة، فده معناه إن الدولة قررت تنقلها من مساحة التقارير لمساحة الرسائل الرسمية، وكأنها بتقول المنظومة موجودة، وأيوة جاهزة، جزء من شبكة دفاع أوسع. لكن من غير ما تكشف كل حاجة، ودي نقطة مهمة جدا. في التسليح الدول مش بتعرض كل أوراقها، هي بتكشف جزء صغير بس الجزء ده يكون كافي يوصل الرسالة. والرسالة هنا مش موجهة لطرف واحد، الرسالة موجهة لأي طرف بيراقب المشهد الإقليمي، لأن المنطقة حوالينا بقت مليانة تهديدات مركبة: صواريخ، مسيرات، حروب بحرية، توتر في البحر، تصعيد في غزة، وضغط على باب المندب، وممرات بحرية بقت جزء من الصراع. وفي بيئة بالشكل ده الدفاع الجوي ما بقاش رفاهية، بقى عنصر أساسي في أمان الدولة. زمان التهديد كان أوضح، طيارة داخلة المجال الجوي، لكن النهاردة التهديد ممكن يكون طيارة أو صاروخ أو مسيرة صغيرة أو هجوم مركب جاي من أكتر من اتجاه في نفس الوقت. وده اللي بيخلي فكرة الدفاع الجوي متعدد الطبقات مهمة جدا، يعني مش منظومة واحدة شايلة البلد كلها، لكن شبكة كاملة. رادارات إنذار مبكر، منظومات بعيدة المدى، منظومات متوسطة، منظومات قصيرة، ودفاع نقطي لحماية الهدف نفسه. كل طبقة بتغطي مساحة معينة وارتفاع معين ونوع تهديد معين. والميزة الحقيقية مش في امتلاك منظومة واحدة قوية، لكن في القدرة على دمج كل المنظومات دي مع بعض. وده تحديداً اللي مصر اشتغلت عليه سنين. مصر عندها مدرسة دفاع جوي قائمة على التنوع، سلاح من روسيا، سلاح من أوروبا، سلاح من أمريكا، تعاون مع كوريا الجنوبية، انفتاح على الصين، وتصنيع محلي وتطوير مستمر. وفي ناس ممكن تسأل، طب التنوع ده مش بيعمل مشكلة؟ يعني ازاي تشغل سلاح روسي جنب سلاح غربي جنب أنظمة من مصادر تانية؟ أيوة هو صعب، لكن لو قدرت تعمل التكامل ده
بتكسب ميزة ضخمة، لأنك ما بتبقاش مرهون بمصدر واحد، وما بتبقاش مكشوف بالكامل قدام دولة واحدة تعرف كل تفاصيل أسلحتك، وما بتبقاش تحت ضغط سياسي كامل وقت الأزمات. وده جزء من العقيدة المصرية في التسليح، تنويع المصادر عشان المرونة. لو باب اتقفل في باب تاني، لو قطع غيار اتأخرت في بدائل، لو منظومة معينة لها نقطة ضعف في منظومة تانية تغطيها. ودي نقطة مهمة في ظهور S-300VM تحديداً، لأن المنظومة روسية، وظهورها في مناسبة رسمية مصرية في وقت حساس بيقول إن القاهرة لسه عندها قرار مستقل في اختيار مصادر تسليحها. مش معنى كده إنك بتبعت رسالة تحدي لحد بعينه، لكن معناها إن مصر بتتعامل مع أمنها بمنطق المصلحة الوطنية، مش بمنطق الاعتماد على طرف واحد. طيب، هل المنظومة دي موجودة علشان تحمي الأكتاجون بس؟ غالباً لأ، هي ممكن تكون جزء من مظلة حماية لمنشآت استراتيجية ومن ضمنها الأكتاجون. لكن منظومة زي S-300VM أكبر من إنها تتحط علشان مبنى واحد. دي منظومة بتشتغل ضمن شبكة أوسع، وبتدي طبقة بعيدة المدى لحماية مساحة كبيرة، خصوصاً لو اتربطت برادارات وإنذار مبكر ومنظومات تانية. يعني ظهورها جنب الأكتاجون له معنى رمزي وعملي في نفس الوقت. رمزي لأنها بتقول إن مركز القيادة محمي، وعملي لأنها جزء من فلسفة دفاعية أكبر. وهنا لازم نفهم معنى الردع. الردع مش معناه إنك تدخل حرب، الردع معناه إنك تمنع الحرب من أساسها. إزاي؟ لما الطرف التاني يحسب تكلفة أي مغامرة ويلاقي التكلفة عالية يبدأ يراجع نفسه. لما يعرف إن مركز القيادة محمي، وإن الدفاع الجوي متعدد الطبقات، وإن القرار مش مشلول، وإن الدولة عندها قدرة على الصمود والرد، هنا بيتحقق الردع. عشان كده ظهور المنظومة كان أقرب لردع هادي، مش تهديد مباشر، مش استعراض صاخب، لكن لقطة محسوبة تقول كتير من غير كلام كتير. لكن لازم نكون واقعيين، ظهور S-300VM لا يعني إن مصر عندها درع لا يخترق. مفيش منظومة في العالم لا تخترق. القوة الحقيقية مش في اسم المنظومة، القوة في تشغيلها، في تدريب الأطقم، في ربطها بباقي الشبكة، في الصيانة، في سرعة الرد، وفي القدرة على التعامل مع هجوم مركب جاي من أكتر من اتجاه. وده اللي بيخلي السؤال مش عندك إيه، السؤال الحقيقي بتشغله إزاي، وبتدمجه إزاي، وبتحميه إزاي. وهنا تظهر قيمة الخبرة المصرية. الدفاع الجوي المصري تاريخياً اتبنى على فكرة الدمج والتدرج والطبقات، ومصر بتتعامل مع الملف ده بحذر شديد، لا بتكشف كل حاجة ولا بتسيب الرسائل المهمة تضيع. تظهر جزء، تخفي جزء، وتخلي الحسابات عند الآخرين معقدة. وهنا نرجع للسؤال الأساسي، ليه دلوقتي؟ ممكن يكون السبب إن مصر عايزة تطمن الداخل بإن مراكز القيادة والسيطرة محمية، وممكن يكون رسالة للخارج إن الدولة جاهزة لأي سيناريو، وممكن يكون جزء من إعلان أكبر عن انتقال القيادة العسكرية والإدارية لمستوى أكتر تطور، وممكن يكون كل ده مع بعض، لأن في السياسة العسكرية الرسائل غالباً بتكون ليها أكتر من اتجاه: رسالة للشعب، رسالة للحلفاء، رسالة للخصوم، ورسالة لأي طرف بيفكر يختبر الحدود. مصر خلال السنوات الأخيرة اشتغلت على تحديث واسع في القوات المسلحة، قواعد عسكرية جديدة، بحرية أقوى، قوات جوية أكتر تنوع، دفاع جوي متعدد المصادر، وتعاون صناعي عسكري، وتحسين في البنية القيادية والسيطرة. كل ده بيقول إن الهدف مش امتلاك سلاح بعينه، الهدف بناء قدرة دولة. فرق كبير بين دولة عندها صفقات سلاح ودولة عندها منظومة دفاع كاملة. الصفقة ممكن تبان في صورة، لكن المنظومة بتبان وقت الأزمة. وهنا بالظبط أهمية الأكتاجون وظهور S-300VM. الصورة مش بتقول عندنا صواريخ، الصورة بتقول عندنا مركز قيادة محمي داخل شبكة دفاع أوسع في توقيت إقليمي خطير. والخلاصة، ظهور S-300VM في افتتاح الأكتاجون مش مجرد لقطة عسكرية، ده إعلان غير مباشر عن مرحلة جديدة في تفكير الدولة المصرية، مرحلة فيها مركز قيادة استراتيجي ومظلة دفاع بعيدة المدى وتنويع في مصادر السلاح واستعداد لتهديدات جديدة مش شبه تهديدات الماضي. لكن السؤال اللي يفضل مفتوح، هل ظهور المنظومة كان رسالة طمأنة فقط ولا كان رسالة تحذير هادئة في توقيت محدد؟ وهل اللي ظهر قدام الكاميرا هو أهم ما تملكه مصر ولا مجرد جزء صغير من شبكة أكبر لسه ما اتكشفتش؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. هل ظهور S-300VM دلوقتي مجرد صدفة ولا رسالة محسوبة لكل اللي بيراقب المنطقة؟ وفي السياسة العسكرية أحياناً أخطر رسالة هي اللي بتوصل من غير كلام. بس كده. وزي ما بنقول دايماً على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك
علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله